السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة شيوات صابرينا. اليوم ان شاء الله راح ندير القريوش المورق والمعسل والهش تحضيرا لشهر رمضان الفضيل، بما انه نحب المعسلات بزاف في رمضان. هاد القريوش ما يسحقش الآلة، يعني سهل جدا. ان شاء الله تعجبكم الوصفة وتجربوها. ما تنسوش الاشتراك في قناتي وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. نجوز الآن للمقادير. عندي 500 غرام تاع الفرينة، عندي شويه تاع الماء، عندي نص كاس تاع السمن دايب، ملح 7 غرام تاع الخماره، وعندي مغرفه صغيره تاع الفانيلا للتنكيه، وعندي هنا حبه بيض. ما نساوش ما زهر. راح نحط الفرينه تاعي، نضيف كامل المواد الجافه، الخميره والملح والفانيلا، ندير السمن تاعي الدايب نبسس بهم، بهذه الطريقه. انا راح نغربل هذا الخليط اللي درتو باش ما تبقاليش الحبوب اللي دارتها لي السمن، ونتحصل على هذا الشكل. يعني هنا عندي حبه بيض، بصح انا راح ندير نصف الحبه فقط. انت الى ضاعتي الكميه ديري حبه بيض كامله، يعني في كيلو فرينه ديري حبه بيض. نخلط المكونات كامل. الان راح نشمخ بالماء زهر هكذا، ونكمل بالماء، ونبدا نلم العجينه تاعي حتى نتحصل على عجينه طريه نوعا ما، ماشي يابسه، بهذا الشكل. هايليك انا هاد العجينه راح نخليها ترتاح مده نصف ساعه، وكل ما ارتاحت بزاف كل ما خرجت مليحه اكتر. بعد ما ارتاحت لي العجينه، هايليك عندي هنا مايزينا ندردر بها باش نورق بها ايضا. عندي القطاعه تاعي، وعندي هذا درتو بالكرتون وغلفته بالبابي الومنيوم، درتلو في الطول 20 سنتيمتر على 12 سنتيمتر باش يخرجوا لي كامل الحبات كيف كيف، وراح نقطعهم 20 خط. الان ندير مايزينا ونفتح العجينه تاعي، نفتحها بالطول والعرض باش نتحصل 20 على 12 سنتيمتر. نفتحها اولا بهذا الشكل. الان ندير المايزينا على سطح العمل تاعي، وندير على العجينه تاعي ونفتحها. راح نبدا التوراق، نطويها على 3 ونفتحها تاني نفس الشيء بالطول وبالعرض. نزيد المايزينا. هذا القريوش ما يسحقش آلة، يعني يخرج مورق هايل. ندير التوراق المرة الثانية ونفتح العجينة تاعي بهذا الشكل. نزيد المايزينا، هايليك حتى نتحصل على هذا الشكل، ماشي رقيقة بزاف وماشي خشينة. راح نقطع الآن 20 على 12 سنتيمتر هايليك كيما هادي. الآن راح نبدا نشكل القريوش تاعي. دايما المايزينا باش ما تلصقناش. راح نخلي من الفوق 1 سنتيمتر ومن التحت الثاني، وندير 20 خط، وبين خط وخط نخلي حوالي 1 سنتيمتر. ندير المايزينا تاعي باش نقدر نفتح الخطوط تاعي هكذا. راح نقلبها على الطرف الثاني، ونجيب هذه الجهة للجهة الثانية نفس الشيء. نفتح هذه الخيوط تاعي ونزيد نطويها على 4 ونجبدها شويه. ما تخافوش من العجينه لانه ارتاحت ومليحه بزاف العجينه هذه. الان في المنتصف نفتحها ونجيب الطرف الاول
وندخلو حتى نتحصل على هذا الشكل. راح نقطع هاد الجوانب، فقط ما تقيسوش كي تكونوا تقطعوا، ما تقيسوش هذوك الخيوط باش ما يتحلوا لكمش في الزيت. بهذا الشكل هكذا نتحصل على هذا الشكل الوردة. هامليك الكريوش تاعي مورق مليح. عندي هنا الزيت خليته سخن مليح، غير نحط الحبه تاع الكريوش تاعي نديرلو نار متوسطه ونبدا نرمي عليه الزيت باش تتورق لي الحبه وتتنفخ. فقط كي تكونوا تشكلوا الحبات تاعكم، يعني تشكلي 3 حبات كريوش وتجي طيبيهم على باش هذاك المايزينا ما تنشفلكش العجينه، ومن بعد شغل تلقاي صعوبه باش تتنفخ لك في الزيت. رغم من المفضل انه كل ما ديري 3 حبات تجي طيبيهم وتكملي. الان تقلات لي انا خلاص، راح نحيها بهذا اللون. تحبي لون ذهبي فاتح، تحبي لون ذهبي غامق. هامليك الكريوش تاعي برد، عندي هنا عسل سخون. هاد الكريوش ما يتعسلش حتى وقت التقديم، يعني قد ما تخليه ما راحش يفسد لك، وكي تكوني حابه تقدميه تعسليه. هاوليك نعسلو كامل بعسل سخونه. هاوليك بعد ما عسلتو عندي جلجلان قليتو راح نديكوري به ونوريه لكم الشكل الاخير. هاوليك الكريوش ديالي بعد ما عسلتو زينتو بالجلجلان وحطيته في الكيسات، مورق ورائع جدا وخفيف، يصلح بزاف لرمضان وحتى المناسبات، وما يشدش بزاف الوقت وما يسحقش آلة العجين. هاوليك تحبوه باللون الذهبي الفاتح، تحبوه باللون الذهبي الغامق. هاوليك وصفة رائعة جدا ولذيذة، ننصحكم تجربوها ان شاء الله تنجح لكم. ما تنساش الاشتراك في قناتي وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وتدعموني وتنشروا فيديوهاتي. نقول لكم الى اللقاء في وصفات اخرى ان شاء الله.